كذا حد جه يبيع خاتم او سلسله ذهب ايطالي، الراجل شال الفصوص اللي فيه، وطبعا ده فرق جدا في سعر الجرامات وخسروا. طب الحل ايه في الموقف ده؟ وهل الراجل غلطان؟ لا مش غلطان، لان في شروط. علشان تبيعي الذهب اللي بفصوص من غير ما تخسري فيه لازم يكون من شركه معروفه في مصر وشغاله وعندها سياسه استرداد، ان هي بتشتري الذهب اللي هي مصنعاه بس بفصوصه، علشان الجواهرجي يقدر يرجع الخاتم للشركه من غير ما يخسر فلوس. هي بتتحسب كده. فلازم وانت بتشتري اي ذهب فيه فصوص تسالي ده هيتباع بيها ولا لا، وتخليه يكتب لك ده في الفاتوره ويقول لك نوعه ايه، وتتاكدي ان الشركه دي بترجع تاخد الخاتم تاني بفصوصه. والكل قاعده برضو مشاكل. ليه؟ لان من كام سنه براند كبير قوي في العالم كان موجود في مصر، وكنت تشتري المشغولات بالفصوص وبترجعي تبيعيها بالفصوص عادي، وبعدين قفل، والجواهرجيه رجعوا يخصموا الفصوص لان ببساطه ما بقاش في شركه يترد لها الخاتم بالفصوص. فالاحوط والاكثر امان لو هتشتري ذهب للاستثمار نبعد عن الفصوص شويه، ولو بتحبوها اشتروها، بس زي ما قلت لكم اتاكدوا انها بتتباع بيها تاني. قولوا لي بقى في الكومنتس تجاربكم ايه مع بيع الذهب اللي بفصوص.